عمرك انتقمتي من جوزك؟ لا وضح من جوه ايه الدخله الغامقه. اصل بيقول لك زمان في واحده حاولت تنتقم من جوزها، اخترعت له اكله بقت ترند عالمي. في يوم من الايام كان في واحد اسمه ثورونتون برنس، واحد من رجال الاعمال المعروفين في مدينه ناشفيل. كان بيحب السهر والفرفشه، وكان متعود انه كل يوم يرجع متاخر. مراته جت في يوم دماغها ونت، صحيت من النوم بدري وقالت في عقل بالها يا انا انت يا برنس. جهزت شويه فراخ محمره، غرقتهم شطه بمستوى ما يتحملوش اي بني. مراته كانت متوقعه ان هو هيتعذب لما ياكل الفراخ، بس اللي حصل بعد اول قطمه كان غير متوقع تماما. برنس قعد على السفره قطم اول قطمه، بدل ما ينهار او يزعق لمراته عينيه لمعت من فرط اللذة، وقعد يشعر لها في طعم الاكل. وطبعا هي في الوقت ده كانت دماغها بتطلع، قالت لك يعني انا كنت عايزه اربيه، الموضوع يجي معاه بالعكس، ده عشان يديها الضربه القاضيه منها انها تحضر له الطبق ده مره واثنين وثلاثه. ومن كتر حب ثورنتون برنس في الاكله دي قرر سنه 1945 ان يحول الاكله الجميله اللي عملتها له حبيبته لبزنس ومطعم. افتتح اول مطعم بيعمل النوع ده من الفراخ وسماه برنسس هوت تشيكن شاك، ومن وقتها بقى المكان ده هو الوجهه الاولى لعشاق المغامره في الاكل. ويوم عن يوم الطبق بيتطور وناس اكتر بتعرف. بس في البدايات بتاعت الاكله دي كان سر صغير ما بين سكان المدينه خاصه اللي من اصول افريقيه، وبمرور السنين الطبق ده تخطى حدود المدينه وبدا يظهر في المطاعم الضخمه زي KFC، وفضل ينتشر ويتطور لحد ما ظهر عندنا هنا في الدنيا من كام سنه. الست اللي في الصوره دي اسمها اندريا برنس. من جوه. بس انا عندي سؤال مهم، هو الناشفيل تشيكن ده بيتعمل ازاي اصلا؟ اذا انت جاي تسالني في اخر الفيديو شويه فراخ مقليه، شويه زبده وتوابل، نوع من الفلفل او الشطه اسمه كاين عشان تاكله على المظبوط قوي، ان هو يتغمس في شويه عشان تقدر توازن الشطه اللي موجوده. بس السؤال المهم، هو الناشفيل تشيكن يستاهل كل الضجه دي؟ فرضنا انك جربته قبل كده، اكتب لي في الكومنتات جربته منين، وشير الفيديو لعشاق الناشفيل اللي في حياتك او اللي ممكن تجربه معاه.